ازيكم يا شباب، معاكم سميدة في حلقة جديدة من على المكنة من محمية وادي دجلة. المكان هنا تحفة وريكومندد جدا لأي حد، سواء بقى بموتوسيكل بعربية، لو حتى مش هينفع أقول على رجلك. حلقة النهاردة بعنوان ليه ما تشتريش موتوسيكل صيني غالي، وهقول لكم أنا جبت موتوسيكل صيني ليه. طيب، في البداية أنا وجهة نظري الشخصية اللي تتفق أو تختلف معاها على عيني وعلى راسي. الموتوسيكل ليه هدفين: يا متعة يا اما شغل، سواء بقى بروح وباجي بيه من شغلي، او ان انا باكل بيه عيش، راجل شغال بيه دليفري، راجل شغال بوصل بيه طلبات. ده هدف الموتوسيكل. انا من وجهة نظري الشخصية ان الموتوسيكلات الصيني اللي موجودة في السوق المصري بالوضع الحالي ما بتوفرش اوبشن المتعة. يعني ايه الكلام ده؟ طيب، انا النهارده لما اروح اشتري موتوسيكل، انا مش عايز اقول اسعار لان الاسعار كل يوم بتغلى. من ساعه ما اشتريت الموتوسيكل ده وغلي 15 20 الف جنيه. بس خلينا اتكلم كده بمثال تقريبي يعني. انا النهارده لما اروح اشتري موتوسيكل صيني ب 130 140 الف جنيه، بياخد 3 لتر زيت. اللي هو لتر زيت النهارده ب 300 350، يعني ادي 1000 جنيه تقريبا. الفلتر بتاعه ب 200 300 جنيه. طب ما انا كده بصرف عليه مصاريف قرب الموتوسيكلات الياباني اللي انا هربان منها للموتوسيكل الصيني. فهدف الموتوسيكل الصيني الاولاني الاساسي ان هو يكون موفر في قطع الغيار، مش المتعة. فهو كده فقد الخاصية الأهم بالنسبة لوجوده، إن هو موفر في قطع الغيار. فحد هيقول لي بس أنا هروح أشتري موتوسيكل زيرو مش هيتعبني في الصيانة. ومين قالك إن الياباني لو حالته كويسة هيتعبك في الصيانة؟ في موتوسيكلات ياباني ماشية بقالها 30 سنة وبتتصين وزي الفل. أنت بقى شفت موتوسيكل صيني من الموتوسيكلات اللي بتتباع دي بعد 10 سنين هيبقى عامل إزاي؟ ف واللي بينطبق في نقص قطع الغيار في الياباني بينطبق برضه في الموديلات الصيني العالية لأنها لسه ما انتشرتش. فانا النهارده رحت جبت موتوسيكل صيني ب 130 140 150 اكتر، انا بصرف عليه مصاريف زيه زي الياباني، وفي الاول وفي الاخر لا كواليتي ولا عمر افتراضي ولا متعه هيديها لي الياباني. فزي ما بيقولوا كده، عايز متعه خلاص روح اشتري الياباني واستحمل بقى قطع الغيار الغاليه، واستحمل الكوست دي كلها. انما احاول امسك العصايه من النص، انا كده ما امسكش العصايه من النص. انا كده زي ما بيقولوا كده لبست نفسي، لا انا طولت بلح الشام ولا عنب اليمن. عايز موتوسيكل اروح واجي بيه ديلي يوز، مصاريف خفيفه، الصيني ممتاز جدا. بس دور على حاجه لتر زيت واحد التيل ب 100 150 جنيه، مجموعه نقل الحركه ب 500 جنيه، عسل قوي، لان انا ههلك فيه كتير. عايز حاجه للكيف واطلع واقفل عداد واطلع رايدات، اجيب الياباني ومره واحده. مش قادر على ده يبقى استنى لغايه لما احوش. انما الموتوسيكلات الصيني الغاليه ما بتوفرش ده. فدي وجهة نظري الشخصية. انا مش قاصد اهاجم بيها اي حد، بس الفكرة ان احنا ما ننقدش، ما يقولكش الموتوسيكل ده بيطير، ده بيناور، ده كذا ده كذا ده كذا. الموتوسيكل ده وضعه ايه بعد 5 سنين؟ الموتوسيكل ده وضعه ايه بعد 5 سنين؟ انا اوريدي شايف وضع الموتوسيكلات الياباني بعد 20 و30 سنة، لكن الصيني ده وضعه ايه؟ فالصيني ليه استخدام. انا شخصيا معايا موتوسيكل الياباني بخليه للخروجات المشاوير الطويله، ومخلي ده للديلي يوز ومبسوط بيه جدا. ده ليه استخدام وده ليه استخدام. مش صح في الوقت الحالي ان احنا نخلي الياباني ديلي يوز. خلاص بقى الدنيا بقت صعبة والماديات ما بقتش زي الاول. ومش صح ان انا اجيب ده على اساس ان انا اروح اجيب موتوسيكل ادفع فيه 130 140 170 الف جنيه صيني، واعتمد ان هو ده للمتعة وعامله معاملة الياباني. ده ليه فئة وده ليه فئة، زي العربيات كده، فئات: في سيدان، في سبورت، في كل حاجة وليها استخدام. نعامل ده على اساس استخدامه. يا رب ما نكونش طولنا عليكم، ونشوفكم الحلقه الجايه على المكنه.